السلام عليكم. أمس قرأت تقرير، وهذا التقرير منتشر بشكل غير طبيعي في برامج التواصل الاجتماعي، أصدرته مجلة نيويورك تايم. أصدر التقرير في أواخر 2016. اسم التقرير منجزات الربيع العربي كالتالي: الكل يعرف أنه الربيع العربي بدأ في 2011. من 2011 ل 2017 أكيد في فوائد ومنجزات بنذكرها. رقم واحد: الدمار الكامل والشامل للبنية التحتية لأربع دول عربية: ليبيا، العراق، سوريا، اليمن. 14 مليون لاجئ، 8 مليون نازح، 1.4 مليون قتيل وجريح في الدول العربية، 30 مليون عاطل عن العمل، و900 مليار دمار بنية تحتية. أرقام هيوج. 640 مليار دولار سنويا خسارة في الناتج المحلي للدول العربية. في محاولات لإجهاض بعض الثورات العربية تم الإنفاق عليها 300 مليار دولار. 50 مليار تكلفة اللاجئين سنويا. الرقم اللي بعده فلكي. تريليون و200 مليار تكلفة الفساد في المنطقة العربية. تريليون و200 مليار. 14.5 مليون طفل ما التحقوا بالمدارس، وطبعا السبب الربيع العربي. 70 مليون عربي تحت خط الفقر. من 2011 لليوم كل سنة معدل 60% يزيد عدد الفقراء في الدول العربية. كل هذا والمصيبة أن بعض الناس تسأل: أنت شيعي ولا سني؟ أنت أباضي ولا وهابي؟ أنت مسيحي ولا مسلم؟ أنت سوري ولا عماني؟ أنت فلسطيني ولا سعودي؟ أنت أردني ولا مصري؟ وبعد الناس تسأل. البلدان اللي صار فيها الربيع العربي ما تعرف، بتنام بالليل بتصحى الصبح أنت حي، أو بتنام بالليل بتشوف أولادك جنبك، أو بتنام بالليل بتشوف بيتك هو. من يقرأ شوية في التاريخ بيعرف من كتب هذا التقرير هم نفسهم اللي يصدرون الثورات للدول العربية. شوية تفكير. عمان ما كانت امبراطورية؟ من عمان وحتى ساحل أفريقيا وين راحت؟ تم تفكيكها. هذا الآن اللي قاعد يصير في الدول العربية. شوية تفكير. اللي الآن في الدول العربية عنده شوية أمان حافظوا عليه، لأن غيركم ما محصلنا. اسألوا بتعرفوا. الله يكون في العون.